تحياتنا لكم مشاهدينا وين ما كنتوا بالعالم. عم نتوجه لكم دايما بحلقات من مجلة العالمية، من مكاتب مجلة العالمية، عبر جميع صفحاتنا الإلكترونية فيسبوك ويوتيوب وتشانل تبعنا يلي هي اليوتيوب مجلة العالمية. رح تعرض دايما مواضيع شوي حساسة وشوي غريبة، لأنه نحن غايتنا هي المعرفة. اليوم استضافتنا رح تكون للأستاذ ربيع داغر، المفكر الفلسفي والسياسي والشامل. أهلا فيك أستاذ ربيع داغر بمجلة العالمية. أهلا فيكم وشكرا على طول لمجلة العالمية لموقعكم لنشاطكم المميز. أستاذ ربيع، نحن رح نتناول اليوم موضوع الفيلسوف الهندي كريشنامورتي، أو مثل ما بتسميه جدو كريشنامورتي، يلي ترجمت له كثير من الكتب وعملت دراسة حوله، صار عندك تقريبا فكرة وافية عنه. بدنا نعرف الناس عليه شوي ونوضح بعض الأمور يلي الناس بتحب تعرفها عنه. شو اللي دفعك لاختيار كريشنامورتي لحتى تقدر تترجم له هالمجموعة الكتب وكأنك متخصص بكريشنامورتي؟ هي الحقيقة إنه كل واحد عنده توجه معين أو شغف بشيء معين. هلا بضمن شغلي الصحفي كان عندي على طول توجه إنه القراءات الإضافية أو القراءات الممتعة كانت تجذبني الفلسفة كثير. هلا الفلسفة هيدي هي مترامية الأطراف، تعرف إنه هي علم كثير كبير وفي كثير أسماء وبتعمق واحد ورا الثاني، وهو كأنك عم تاكل شيء كثير لذيذ كثير طيب، يعني كأنك عم تاكل من سلة فواكه. كل فيلسوف عنده لذة رائعة، يعني في عندك شهية للمعرفة. نعم. الفلاسفة بفوتوا بأمور عميقة وشاملة بشكل غير، يعني ما بفوت فيها أحد آخر من الاختصاصات. هالشيء هذا دفعني للتمكن من الفلسفة، لأنه هي فيها صعوبة بالمناهج تبعها والاستمتاع فيها، وكل مرة اتعمق بواحد صير يعني اطمع بواحد اقوى واعمق واشمل. لحديت ما طلعت على جدو كريشنامورتي اللي هو اسمه جدو كريشنامورتي عن طريق الصدفة بالانترنت، ولقيت عنده عمق استثنائي. نعم. هلا لا انكر انه في بعض الفلاسفة مثل سبينوزا او كانت عندهم هالعمق هذا، ولكن باتجاه واحد بمسألة واحدة. هالشمولية عند كريشنامورتي هيدي لفتتني جدا، يعني ما خلى مسألة من مسائل العيش والحياة البشرية إلا ما تطرق على الإطلاق. وهيدي كانت رسالته وكان هدفه هو إنه يحل كل المشكلات الوجود البشري. طيب، ترجمت له كثير من الكتب، تقريبا كم كتاب ترجمت له لكريشنامورتي؟ أنا ترجمت له من كتبه ومن الأحاديث تبعه، لأنه يعني كريشنامورتي أكثرية إصداراته هي أحاديث، حوارات موجودة هلا صارت كلها على اليوتيوب او اوديو او فيديو. اوكي. بتبثها مؤسساته الموجوده منتشره بامريكا، ببريطانيا، بسويسرا وبفرنسا، بتبثها حول العالم. هيدي بناخذ منها اكثريه تعاليم كريشنامورتي. هلا الكتب اللي الفها هي ما بتتجاوز الكتابين اللي كتبوا بايده، بس انت يمكن كتبت عنه اكثر من كتابين. طبعا انا من هالاحاديث بتخرج وترجم منه واقرا عنه بعض اللي طلعوا عليه وهيك. الفت 3 كتب الحقيقه. بال 2020 جدو كريشنامورتي معلم العالم، بال 2022 جدو كريشنامورتي العقل الصامت، وب 2000 هلا حاليا بده يصدر كتاب صرت مجهزه للطبع اسمه جدو كريشنامورتي والثوره النفسيه. بدنا نحكي عن الناحيه النفسيه. نعم. بس قبل ما نحكي عن الناحيه النفسيه لازم نعرف المشاهدين على مين كريشنامورتي، أو لمحة سريعة عن تاريخ كريشنامورتي. نعم. مين هو؟ هيدا الطفل يلي بلش بقصته مبكرا. نعم. هو سيرة حياة كريشنامورتي كمان من ضمن الغرابة تبع تعاليمه والاستثنائية تبعه والاختلاف عن البقية. كريشنامورتي اختير من الجمعية التيوزوفية اللي هي جمعية عالمية بتسعى للمعرفة الحقيقية أو الحكمة الحقيقية من خلال جمع كل الحكمة البشرية. يعني هون أنا انتر بارانتيز بدي أقول إنه إجمالا كل يلي عندهم دعوة إن كان فلسفية أو دينية هن أطلقوها،
اما كريشنامورتي فاختير مثل ما انك عم نعم تقول، اختير هو وطفل. هو طفل بعمر ال 11 سنه. هالجمعيه الثيوزوفيه كان عندها محافل حول العالم بمنطقه باديار جنوب الهند، مطرح ما كان كريشنامورتي وعائلته. كان عم يلعب حد النهر، بتقوم رئيسة الجمعية اللي هي اني بيسنت، هي وبول اولكوت مساعدة، بيكونوا عم يمشوا بيشوفوه، بيقول لها هيدا اللي تنبت عنه مؤسسة الجمعية الثيوزوفية قبل سنوات اللي اسمها إلينا بيتروفنا بلافاتسكي، انه بده يطلع معلم جديد للعالم، وهالمعلم بده يكون معلم خارق وغير مسبوق، بمعنى انه بده ينشر تعاليم تامة كاملة تنهي المعاناة البشرية. شو شافوا فيه تقدروا هيك حددوا انه هيدا اياه هالشخص هيدا؟ الروايه بتقول انه بول اولكوت لما شاف هالطفل اطلع فيه، لقى انه بعيونه هناك غياب للسلفشنس، يعني الانانيه، غياب تام، وفي اورا حوالي راسه، يعني نور حوالي راسه. قال له هيدا هو، قالت له صحيح هيدا هو المبين عليه. تبنته الجمعيه الثيوزوفيه من اهله، من بيه، يعني امه كانت ميته، وامه كان عندها بريدكسيون كمان قبل ما ماتت انه جدو كريشنامورتي سيكون عظيما في هذا العالم. كان عندها هالرؤيه، كان عندها هالرؤيه هي، وخبرت عنها كثير. انه جاي بالذات يعني كان عندها 8 اولاد، دل عليه انه هذا بده يكون عظيم بهالعالم، هذا ريماركبل. المهم لما اخذوه على لندن حضروه من كل النواحي ليكون هو معلم العالم الحقيقي من كل النواحي، يعني عملوا له عنايه فائقه لمده 12 سنه من كل النواحي. هو كان عمره 11 كان اخذوه. نعم، يعني بحدود 23 بلش هو يصدر تعاليمه. لا 23 اكمل كل تعليمه، يعني حتى الاعتناء فيه كان باحضار اساتذه من المع اساتذه بالعالم تيجوا لعنده من كل انحاء العالم يعطوه دروس خصوصيه مطرح ما هو موجود بمركز الجمعيه بلندن. هلا من ال 23 لل 29 عفوا من 23 ل 33 سنه كانت فتره اقامته باوهايو بكاليفورنيا، كمان كان لازم يقضي مده هونيك. بهاي المده شو كان دوره؟ هلا بهاي المده كان نوع من التامل والوحده والتجارب الروحيه اللي هو عايشها مع نفسه باوهايو، بكوخ باوهايو. كان في حد الكوخ شجره هي شجره فليفله، هونيك صار عنده هالرؤى هيدي، وهونيك قال الكلمات المدهشه طبعا. رح نسمع يمكن بعض الاشياء من اقواله بس بسياق الحديث. نعم. بس بدي اسالك انه هون عم بتقول انه بقي له عمر 33 سنه هونيك، وهو مثل ما عم بتقول كمان انه هو مخلص العالم، معلم العالم. شو له علاقه برايك هالتاريخ 33 سنه مع المخلص يسوع المسيح بحسب العقيده المسيحيه؟ نعم. هلا الجمعيه الثيوزوفيه بتقول انه بدراستها للاديان وللحضارات كلها بتقول انه كل حضاره عندها مخلص، وكل فتره بشريه حقبه بيحسبوها هن بحقبات كوكبيه او نجميه بيجي مخلص. وبالفعل يعني عند المصريين كان في حورس، عند الفرس كان في كمان اله مخلص، بوذا اللي هو معروف جدا، كريشنا عند الهنود اللي هو قبل المسيح بحوالي 800 سنه. كل واحد كان هودي نوعا ما هو مخلص او مسيح. هذا جمعيه الثيوزوفيه عم تقول انه بده يجي واحد يكون يعني استكمال لهودي كلهم، لكريشنا لبوذا ليسوع، استكمال اللي هو يكون المسيح الثاني، بوذا الاخير، كريشنا المتجسد. والاغرب من هيك انه كلمه كريشنا مورتي تعني كريشنا المتمظهر، يعني هي الاله المتمظهر. هلا هول كلهم سيره حياتهم اذا بنشوفهم متطابقه جدا، يعني كريشنا سيره حياته مثل بوذا، البوذا مثل المسيح، حتى بالولاده العذراويه والى اخره. بوذا هو اجى بعد المسيح، قبل المسيح ب 500 سنه. بوذا نعم، قبل المسيح ب 500 سنه. نعم. طيب كثير عظيم. في زمن محدد بحسب ما قدرت تقرا فلسفته. نعم. بتقول انه رح يجي او المخلص. نعم. او المختصر مين؟ عندي اي تاريخ؟ إلينا بلافاتسكي بتقول بكتابها لدكتورين سقراط العقيده السريه، بتقول عند اقتراب الألف الثاني بعد المسيح سيظهر معلم خارق. من هيك كانت هالفتره هيدي باواخر القرن التاسع عشر
ببدايه القرن العشرين بعد شوي بهالفتره كلها كانوا عم يعملوا مراكز لانه خاصه بالهند، لانه كانوا يقولوا انه بده يظهر من الهند هذا المعلم، لانه بحسب كل اللي اجوا قبل المعلمين العظام البشريه كانوا كلهم من الهند. حتى في تفسير معين الناس بتتداوله انه المسيح كمان راح على الهند او اجى من الهند او عنه مش مذكور على التواريخ الدينيه، بس هي متواتره بين الناس انه راح فتره على الهند. يقال انه توما يلي راح على الهند. توما كمان صح. اوكي توما راح على الهند. هلا بغض النظر عن هالشيء هيدي عقيده التيوزوفيه. طيب بس تفضل. بس كريشنامورتي عمل قطع مع هالشيء، يعني سنه 29 لما صار عمره 33 استدعوه على بهولندا طيعلن رسالته انه هو معلم العالم، هو المسيح الجديد الى اخره. رفض كل هالمهمه، يعني لما رفض هالمهمه قطع مع الجمعيه التيوزوفيه كل شيء، انقطع هو وياه. بيقول بخطابه هناك: اعلن ان الحقيقه هي ارض بلا طريق، فلا تستطيع الوصول اليها عبر اي ديانه، عبر اي جمعيه، عبر اي فلسفه مهما كانت. هون بهالجمله هيدي القطع صار مع جمعيه التيوزوفيه، التيوزوفيه بتقول كل الطرق تؤدي الى الحقيقه. كريشنامورتي بيقول ما لها طريق، ما لها طريق، ما لها طريق. هون صار القطع. ثاني شيء استقال من الجمعيه اللي اسسوا له اياها اسمها نجم الشرق الطالع، واللي حطوا بين ايديه ثروه تقدر، يعني اذا بدنا نقدرها هلا هو اغنى انسان بالعالم كان بوقتها. شو كانت الغايه من هالثروه هيدي لنشر التعاليم تبعه؟ لانشاء ديانه جديده معلمه او الفيجور تبعها هو كريشنامورتي، بدها تكون ديانه تصير هي العالميه، يصير ما في غيرها على الديانه، لانه كانوا واثقين جدا انه كريشنامورتي لو قبل يكون هو الاله او المخلص او المعلم المضبوط للعالم، المعلم المخلص للعالم، كان اكيد البشريه تبعته، لانه كانوا واثقين جدا منه، من حكمته الفائقه، شخصيته، وكمان معجزاته. طيب بحسب ما عرفته لكريشنامورتي، برايك ليه رفض مع انه كل الامكانيات كانت موجوده بين ايديه؟ ليش رفض مع انه هو بيعتقد انه انا التعليم تبعي اللي عم بعطيها للناس انا اقله مؤمن فيها، فلازم اوصلها للعالم، بين ايدي في مقدرات كثيره، ليه ما استمر واسس الديانه؟ كريشنامورتي كان يرفض المنظمات، هيدي اكثر شغله كانت عنده، منظمات يعني اورجانيزيشن، كان يعتبر الاديان المنظمه، الجمعيات المنظمه مثل التيوزوفيه هي سبب بخلاف الناس بين بعضهم، سبب بتدمير الحقيقه. عندما تنظم الحقيقه لا تعود حقيقه. اوكي. تخلى عن كل هالشيء لانه ما بده هو يأسس منظمه، يأسس ديانه جديده. بيقول اهتمامي الوحيد بذات الخطاب ليس بتأسيس ديانه جديده تزيد الانقسام بين الناس والصراعات، اهتمامي الوحيد ان اطلق الانسان حرا دون قيد او شرط. كلهم كانوا معتقدينه انه هو بصفته كمخلص، انت بتقول معلم العالم، هن معتبرينه كمخلص. هل هو كان مصدق حاله انه المخلص، او ما كان هالقد عنده الجرأة يعترف بحاله لحتى تخلى عنه؟ لا، كان واثق تماما من هالشيء، بس الرساله بده يوصلها بطريقه ثانيه. بيقول مطرح، بيقول كنت انوي في البدايه ان اتكلم من خلف ستاره، طب ما يصير محل عباده ابدا، لانه كريشنامورتي عانى كثير من قصه العباده، من وقت عمره 11 وصل على لندن كان في الاف الناس عم بيسجدوا ويعبدوه، هذا كان كثير مضايقه، والتنظيم تبع التيوزوفيه مع الوقت ما عاد ابدا يتحمل هالتنظيم الدقيق هذا، هودي الشغلتين ما بده اياهم. هلا لما مثل ما سالت حضرتك، لما انقطع معهم وتخلى عن كل شيء، كمل ارساليه فرديه قام فيها لوحده حول العالم طوال 60 سنه، يعني ما تخلى عن هالرساله ابدا لحد ما مات. ايه، ولكن ما بده يعطي عظمه له، صفه لانه هو من ضمن تعاليمه هي انهاء الانا، the cessation of the me of the self كمان. بقى هو من هيك مختلف عن كل المعلمين. درست له نفسيته لكريشنامورتي. نعم. كيف نقدر نخبر الناس عن نفسيه كريشنامورتي؟ كريشنامورتي التعليم الكور تبع تعليمه بيقول بتحويل العقل البشري الى عقل صامت، silent mind. انا بسمي كريشنامورتي العقل الصامت، هو العقل الصامت. مع انه حكي وبشر
وقال وفي من تعاليمه اشياء رح نسمع منك بعض الاقوال لا فكيف الصامت؟ الصمت مش معناتها انه ما يحكي، حتى هو بيقول الصمت ليس منفصلا عن الضوضاء. اوكي. العقل الصامت هو العقل الذي لم تعد تجتاحه الافكار، لم تعد تتحكم به الافكار، لم يعد عبدا للافكار، للصور، للكلمات. هذا العقل الصامت. في هذا العقل يصحو الذكاء اللي هو لا متناهي، مش مثل الذكاء يعني بتفسروا بشكل اخر التامل؟ نعم. بيجي العقل الصامت من وراء التامل، هو العقل المتامل. بيسميه كريشنامورتي العقل الصامت، العقل الساكن، العقل المتامل، العقل الديني. لانه كريشنامورتي نشر تعليم ديني حقيقي، مش مثل الاديان الموجوده بالعالم اللي هي غير حقيقيه بالنسبه له، لانه منظم. كل دين منظم ليس دينا حقيقيا. هو عم يحكي عن الدين الحقيقي. بس انه كيف بدها تتبعه البشريه اذا ما كان منظم؟ اليوم اعتمد كريشنامورتي على ذاته. نعم. وكنت حضرتك عم بتقول استاذ ربيع انه هو قال انه انا بدي اوصل بدون تنظيم. نعم. بدي اوصل. طيب مات هو تسقط تعاليمه؟ مين هو الامين يلي رح يقدر يرجع ينقل له تعاليمه؟ كريشنامورتي رفض انه تتاسس مؤسسه تتعمل انتربريتاسيون لتعاليمه، يعني تشرحها. بده يحتفظ بالسجل الاصلي للتعاليم، هي كانت وصيته. اوكي. هي السجل بده ينشر للعالم، اكيد بدون ربح مادي، من خلال الكتب والفيديوهات والاوديوهات فقط، ينشر للناس بنسخته الاصليه. ثاني شيء، الهدف الثاني هو استمرار المدارس اللي اسسها حول العالم، لانه مساله التربيه كانت اهم مساله عنده، وبيعتبرها بروفيسيون سكريت، سكري عفوا، يعني مقدس. المهنه المقدسه الوحيده هي التعليم. عمل مدارس مختلفه عن المناهج الموجوده بالعالم. ثالث شيء هو يعني 3 اهداف هو اللي اشتغل عليهم. ثالث شيء هو استمرار الاعمال الخيريه اللي بتترجم هالاشياء هيدي، ولكن كلهم بدون منظمه. هلا صاروا يعملوا طريقه، يعملوا استابليشمنت وانستيتيوت وهيك اشياء انه تيزيحوا عن قصه التنظيم. بس بالحديث هلا بكل العالم، بسالم بسويسرا، بامريكا، ببريطانيا، كل اللي عم يشتغلوا على كريشنامورتي مقتنعين بهالشيء، بيشتغلوا بشكل طوعي وبشكل مش تنظيمي. يعني مثل ما عملت انت بالضبط، اخذت المعلومات بالضبط ووصلتها صحيح بطريقتك الخاصه. شو بدنا نقول للناس عن بعض الاقوال لكريشنامورتي يلي بتعتبرها من الاقوال المهمه؟ نعم. كريشنامورتي من اللي بيلفت له هو اقواله المدهشه، واقواله مش قوله وقولان لا ينتهوا، يعني كل كلمه بيحكيها مدهشه من ناحيه غرابتها على العقل البشري. غرابتها يعني منا مرأة معنا. وثاني شيء من ناحيه صياغتها الرائعه جدا، يعني هو كان يعرف يصيغ الكلمات والجمل، وهيدي هي من الاشياء اللي ميزته، يعني بيعرف يحط كل شيء. يعني بيقول مطرح معين، بيقول فن العيش هو وضع كل شيء في مكانه المناسب. بيقول بمطرح ثاني كمان فن الإصغاء هو معجزة، ويمكن أن يكون أكبر معجزة. فن الإصغاء كمان بيقول، وهي كثير أنا تأثرت فيها، بيقول الحياة أعمال غريبة، فطوبى للإنسان الذي هو لا شيء. يعني هون إذا نحن بنشوف المسيح بيقول إنه أعطيتكم وزنات تجروا بالوزنات تبعكم، وبيرجع بيجي بيقول إنه نحن رح نجي نطلب هالوزنات هودي ونشوف شو عملتوا فيهم. الطريقة اللي عم بيقولها كريشنامورتي الإنسان هو لا شيء، بيوصل إنه يعتبر حاله لا شيء، بتكون هي قمة الرسالة تبع كريشنامورتي. طيب كيف ما بتلاقيها متناقضة كثير مع بعضها؟ وين بنشوف الحقيقة؟ يعني ما لازم نستسلم، ما لازم نعمل شيء ابدا، ما لازم نتاجر بالوزنات يلي الله اعطينا اياها، او حيالله حدا اعطينا اياها من يلي حسب قناعتك. يمكن ما بتامن انه الله، بتامن حدا ثاني انه وصلت لنا هالوزنات هاي او هالقيم. هل لازم نحن نتركها تمشي ببحر ياخذها مثل ما هو بده؟ تقريبا. هي بس بوضح لك اياها من خلال حكمه ثانيه لو تتوضح.
بيقول أنت في الحقيقة أيها الإنسان لا شيء على الإطلاق بالحقيقة، ولأنك لا تقبل بذلك تخلق صورا عن نفسك. هالصور اللي بتخلقها عن نفسك هي المين؟ هي الأنا. من هيك الأنا هي وهم عند كريشنامورتي. الحقيقة أنه أنا nothing، أنا لا شيء، أنا فراغ، emptiness. جدا عظيم. إذا كان هو بيعتبر أنه أنا لا شيء، أنا الفراغ العظيم، شو شيء يعمل بهالرسالة تبعه؟ ما هو عنده اشياء، معلومات، فلسفة لخلاص البشرية. صحيح. طيب كيف أنا لا شيء وأنا بملك كل شيء بالنسبة له؟ مظبوط. أنا لا شيء وأنا بملك كل شيء لأعطيه للبشرية كي تخلص. صحيح. يقول كريشنامورتي nothingness is everything. كل شيء. يعني إذا بتعرف أستاذ فوزي أكيد إنه يعني اللا شيء هو كل شيء. هو كل شيء. يعني من رقم الصفر يكون موجود فيني اطلع منه كل الارقام، اذا مش موجود ما فيني اطلع منه ولا رقم. صح. الكون بذاته الانفجار العظيم اجى من متفرده عدميه، لا شيء، فراغ، اجى الكون كله. هذا اللي ذاته عم يحكي كريشنامورتي، بادراكي انه نفسي انا بالحقيقه لا شيء من جوا نفسيا، كل شيء عم يحكيه بسيكولوجيكمون. بادراكي هالشيء هذا هون في كل الطاقه. ولكن لما عم بملأ هالفراغ هذا بالصور عن نفسي عم تمدد الطاقة. هذا هو اللي عم يحكيه كريشنامورتي. من هيك بيقول مطرح ان الكوب الذي يفرغ هو الذي يمكن ان يملأ. هذا من هيك كريشنامورتي بيقول على طول يجب افراغ العقل من محتواه، يجب افراغ الذاكرة من محتواها العاطفي، يجب افراغ الوعي من مضمونه. يعني هودي هال20 دقيقة يلي حكينا فيهم عن فيلسوف مهم جدا على لسان استاذ ربيع داغر، منهم كافيين لنوصل فيهم للناس، بس بنوعدهم رح يكون عندنا حلقات كثيرة بهذا الموضوع وبغير مواضيع كمان عبر مجلة العالمية. كنتوا أحبائي بنشكرك استاذ ربيع داغر. شكرا لكم كثير. كنتوا مع صديقنا وزميلنا الصحفي ربيع داغر، كان معكم فوزي عساكر، وبنشكر على الإخراج أنطوني عساكر.